وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. ايه الاخبار؟ النهارده جيت اعمل لكم طريقتين بعمل بيهم الورد. الاتنين اسهل من بعض، الاختلاف في النفشه. ممكن في ناس بتحب دي وفي ناس بتحب دي. انا بالنسبه لي بارت 2 هي اللي كنت بعملها في الاول. دلوقتي بقيت بعمل بارت 1 عشان كده عملتها لكم. بحسها احسن في النفشه بصراحه. بارت 2 برضو بتتنفش بس برضو مش قوي يعني، عشان كده خليتها بارت 2. خلينا في بارت 1 دلوقتي. اهي نفس الطرق بالظبط بتاعه الفيديو القديم خالص لو انتوا فاكرينه. اهي بكرة الستان والكارت ومقص، وهنبدأ نقصها على الحجم ده. تمام. وادي دلوقتي قصينا شوية. تمام اهي كلهم بيبقوا نفس الحجم. هي الاتنين نفس طريقة التحضير، بس بتبقى مختلفة فيما بعد الكاوية. دي الكاوية هتسألوني عاملاها كده ليه؟ اللي شاف الفيديو الاولاني بتاع البوكيه الازرق اللي طلع وجاب لي الكافيه الحمد لله يعني، هو هيفهم فيه ايه. دلوقتي هنبدا باول واحده. انا هحاول اختصر الفيديو عشان عارفه ان الناس مش بتحب الفيديوهات الطويله ولا الفيديو اللي فيه كلام كتير زي بالظبط، فانا هحاول اختصر الموضوع. دلوقتي اهي تمام. ماشي شفتوها من الجنب، فاحنا ايه هنمسكها نعملها كده. اهي تمام. دي اهي هنجيب المثلث ده كده اهو، وبعد كده نجيب المثلث ده كده. انا كنت شرحتها قبل كده برضو في الفيديو بس زيادة اكيد. وهنقوم عاملينه كده، هندوس عليه دوسة هتطلع كده. هنعمل بقى الحتة اللي هنا دي برضو زيادة تأكيد اهي كده كده. نقوم عاملينها كده بس اهي، وبقيت معانا بتلة. هنكمل بقى بقيتهم كده بنفس الوضع. انا قلت احاول اختصر عليكم الوقت. ادي مسدس الشمع نحطه يسخن، وادي عملنا البتلات. في ناس بتعملهم 13 بتلة 17 بتلة 15 بتلة، كل واحد وحر. انا ما بقولش على عدد معين عشان ساعتها نزلت تقريبا في كومنت ان هما 13 بتلة. في ناس قالت لي لا صغيرة لا كبيرة على حسب، بس عامة اصغر من 13 بتبقى صغيرة خالص، بتبقى صغنونة. مثلا صغنونة خالص اهي، صغنونة. دي 10، دي 10 بتلات صغننة اوي. دي بقى اللي بتفرق في النفشه. دي لو كانت اللي هي زي في بارت 2 دي كانت مستحيل لو هي 10 بتلات تبقى منفوشه النفشه دي. فدي ده اللي انا بتكلم فيه. يعني مثلا لو البوكيه كبير ممكن تعمله باللي هو اللي هي هتتعمل بالطريقه التانية اللي هتتعمل في بارت 2. لكن لو البوكيه صغير فعشان يبان وهو صغير ويكون حلو يتعمل بالطريقه اللي انا بعملها دي. حلو الكلام، حلو الكلام. ما علينا، كملوا الفيديو. هنجيب السيخ دلوقتي، المسدس سخن. هنحطها حتة هنا، هناخد بتلة ونحطنا هنا كده، وندوس عليها من هنا عشان تقفل.
تمام. هنقوم اهي حاطين كده، وهنقوم لفينها كده بس، وتدوسوا هنا تبقى طالعه بالشكل ده. تمام. البتله التانية اهي مش هتبقى خشبه هنا وكمل فيها كده، وبتلتين وهكذا. هنمسك بتلة ونحطها ونلف عليها ونكمل لف. انا عن نفسي هعمل الوردة دي 15 بتلة، هروح اكملها وارجع لكم. بس وهي كده خلصت. دول 15 بتلة. بعد ما بخلص الوردة برضو في نفس الطريقة كده، عشان حتى مندهاش فرصة ان هي تفكر ان هي تتفك. بس كده نسيبها مقلوبة كده شوية تهدى وتنشف، وهرجع اوريكم شكل البوكيه اللي كنت بعمل بيه الورد ده في اخر الفيديو. بالمناسبة اهم حاجة وانتم بتلفوا الورق ما تنزلوش، خليكم لفوق، يعني ما تنزلوش لتحت. اياكم حاولوا دايما تطلعوا لفوق، لان لما تنزلوا تحت هتلاقوا البوز ده هو اللي طالع وكله نزل تحت. فانتوا لما تحطوها خليكم دايما تطلعوا لفوق كده. هي اصلا لو بصيتوا هتلاقوا البتلات نازله كانها مثلث، فبحيث كده ان انتوا لما تطلعوا كده الورده بتبقى منفوشه بالمنظر ده. تمام. هجيب لكم في اخر الفيديو البوكيه اللي انا بعمله باللون ده وبالورده دي. مشوار صد رد مش هغيب، داخل جوه رحله بحاول اعرف نفسي فيها من الاول وجديد. عندي دافع بيزق فيا لو حسيت السكه بعيد، لو وقعت انا بقوم